حمدي ووفاء بيتصدروا الترند مرة تانية. ايه اللي حصل وايه حكاية البنطلون الاخضر واللبس الاخضر اللي كانت لابساه وفاء، وكمان ايه الفيديو الجديد اللي ظاهر اللي مكسر السوشيال ميديا؟ في الفيديو ده هنعرف كل حاجة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعالوا معايا شوفوا ايه اللي حصل. طبعا كلنا عارفين ان وفاء خلعت الحجاب وكمان بطريقة استفزت ناس كتيرة جدا، لكن حمدي ووفاء ما اكتفوش بكده، ووفاء طلعت هي وولادها وكمان ندى في مقلب جديد في حمدي، لكن ما كانش زي اي مقلب عادي. وفاء وندى وكمان اولاد حمدي ووفاء كانوا واقفين قدام شاشة وكانوا بيتنططوا ومش بيردوا على حمدي. طيب ايه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده واللي الناس انتقدت وفاء فيها ان هي بتتنطط، وكمان زوايا التصوير كل الناس ما اختلفتش انها مقصودة، وقالوا ازاي ان حمدي صابر وراضي على الفيديوهات دي او على زوايا التصوير دي. زي ما انتوا شايفين طبعا بالفيديو، الصور طبعا مش بتليق خالص بمجتمع شرقي زي ما انتوا عارفين، وحتى لو هي خلعت الحجاب فهي طبعا ما طلعتش من الاسلام، ومش التغير للدرجة دي. علشان كده طبعا كل الانتقادات كانت على حمدي ووفاء بسبب الفيديوهات دي وبسبب اللي كانوا بيعملوه في المقلب. وفي الاخر ما تنسوش تشاركونا رايكم في التعليقات.